السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عروض الماتش في كل مكان. تحياتي ليكم، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. الناس اللي بتدعمنا بتعليق كويس بقى كده ما يبخلوش علينا بلايك كده وتعليق حلو. ربنا يبارك في حضراتكم ودعواتكم معانا إن شاء الله. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الموضوع اللي هو العده. طبعا انت بتشتغل بيها كمبتدئ، انت طبعا لسه داخل في المشروع جديد، سواء عندك معيز بقى غنم، عايز تجيب غنم، عايز تجيب معيز، عايز تجيب عجول، عايز تجيب بهائم كبيره. توكل على الله وان شاء الله لو انت حابب المجال خش فيه، لو ما انتش حابه بلاش احسن، لان انت لو مش حابه هتكرهه هتيجي في نص الطريق وهتقف. لان البتاع ده الموضوع بتاع الانيه ده او البهايم عايز صبر شويه. فان شاء الله ربنا يوفقكم. انا طبعا داخل في المجال لان انا حابب الحاجه ديت، فداخل فيها حبا يعني، مش ان هي بقى مصدر رزق بقى وان انت تعتمد عليها كمصدر رزق ومش عارف ايه. لا، انا معايا صنعته وفي نفس الوقت معايا دي برضه. فان شاء الله اعرفكم برضه كمبتدئ ايه الحاجه اللي انت هتشتغل بيها او الحاجه اللي انا شغال بها عامه. يعني انا بالنسبه لي شغال بالحاجات ديت، هوريها لكم برضه في الفيديو. ماشي، الحاجات اللي انا شغال بيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه طبعا الفاس اهيت. لو عندك واحده زي دي ماشي، عندك اتنين ممكن عامه تشتريهم من السوق. يعني تكلفه الفاس دي ممكن مثلا من حدود 150 جنيه 200 جنيه، ممكن تكون ازيد شويه ممكن تكون اقل. فانا بقول تقديريا، يعني الاسعار دي تقريبيه. اقول لك التكلفه برضو في الاخر ممكن تخش لها في حدود كام. ده بالنسبه لموضوع الفاس. لو عندك اتنين برضو يستحسن، لو جبت اتنين يبقى احسن. وفي حاجه اسمها جرافه برضو تبقى عريضه عندي شويه، يبقى الكف بتاعها عريض عندي شويه كده. تمام، ده بالنسبه لموضوع الفاس. ده بتطرب بقى طبعا وتجرد بيها وكلام من ده. تاني حاجه طبعا المقاطف زي ما انتم شايفين اهو. لو تلاحظ اللي في واحد متوسخ اهوت، اللي على الشمال ده متوسخ واللي على اليمين ده نضيف. انا عامل دوت للرماد. ماشي، ده لشيل الرماد بس، وده لشيل السباخ. اما تيجي تجرد تحطه في قلب المتوسخ ده، واما تيجي تشيل الرماد بقى تقوم جايب النضيف ده. ما بيعوسكش ولا بيبهدلك اهوت. لو انت لابس هدوم كويسه يعني ما بيبهدلكش قوي. انا بالنسبه لي عندي مقطفين، ممكن انت تجيب 3 برضه عادي. المقطف دوت مثلا ممكن يعمل له تقريبا يعني 80 جنيه 100 جنيه في الرينج ده. الله اعلم برضه، يعني ممكن تقل وممكن تزيد عن ال80، بس انا بقول في المتوسط يعني. ده بالنسبه للمقاطف. الجرادل بقى اللي زي دهيت اللي انا كنت قاعد عليه ده انا عامله اهو جردل بتاع الدهانات عادي، بس طبعا نضيف من جوه. ده انا عامله للعلف، يعني بحط فيه علف واروح ارش البهايم منه. ده للعلف بس. تمام. في طبعا جرادل كمان واحد اهوت. ده للميه. انا عامل يجي 3 للميه. ليه بقى؟ الميه بالذات لازم يكون قدامهم ميه باحتياطي كمان. ده احتياطي، ده انا راكنه احتياطي. يعني انا بملى من ميه عادي. يعني في واحد بص عند الحنفيه اهو، هتشوفوا هناك اهوت 2 حاططهم فيهم ميه، بيتملوا كمان ميه. وده انا راكنه احتياطي كده ليهم، بحيث ان انت لو الميه قطعت ولا كده يبقى انت معاك احتياطي. لان طبعا البهايم ما ينفعش، دي حيوانات ومربوطه، فعشان ما يبقاش ذنبهم في رقبتك. تمام. ده بالنسبه لموضوع الجرادل اهمت. يعني الجرادل دي ممكن تشتريها مثلا، لو الجردل ب10 جنيه تشتريها عادي، مفيش ما عادي يعني، ممكن الناس تشحتهم لك كده عادي. في ناس لسه فيها خير. بص بقى، عندك بقى صابون زي ده كده، ممكن تجيب صابون، ممكن تجيب شبشب عادي، بس يستحسن صابون. لان البتاع ده انا بستخدمه في التجريد. وقت ما باجي اجرد تجريد بس، باجي اجرد بجيب الصابون ده بلبسه. يعني انا بلبس شبشب عادي اهو، ده الشبشب بتاعي اهوت بلبسه. وقت ما باجي اقوم جاي قالع عيني ولابس الصابون ده. تمام. الصابون طبعا بقى كله عارفه، يعني ممكن مثلا تلاقيه ب30 40 جنيه في الحدود دي. ماشي، ده للتجريد بس. الجزمه ده بقى انا عاملها وقت شيل الزريبه اللي احنا بنقعد نفحت الزريبه نفسها، مش التجريد اللي هو العدل من على الوش كده، لا. اهي الجزمه ديت بجيبها للشيل الزريبه نفسه.
بفحتها خالص، بجيبها من الارض. تمام. الجزمه دي طبعا ممكن برضو تخش لها في حدود 100 جنيه، يعني اعتقد. يعني انا برضو الاسعار دي منها، انا جايبها بقالي كتير، فانا ما اعرفش الاسعار الحقيقيه اليومين دول بالظبط، بس هي هتبقى في فرنج ال 100 جنيه. فالليله كلها مثلا هات عندك 100 150 مثلا، وادي 200 جنيه كمان هم بتوع المقاطف، ادي كده 250. وقول الفاس مثلا كمان 150 250 و150، ادي كده 400 جنيه. ماشي. والجرادل مع شويه الحاجات دي هتبص تلاقيها مثلا في حدود 500 جنيه مثلا تقريبا، الحاجه كلها في حدود 500 جنيه. فبالنسبه للسعر يعني مش حاجه كتير قوي اليومين دول، وحاجه كمبتدئ برضه هتبقى كويسه. لو جبت مقطف ماشي، يعني مش شرط تجيب مقطفين، جبت مقطف عادي، فاس واحده برضه زي ما انا شغال برضه. اهم حاجه عندك النظام في الشغل، وتخلي نفسك ايه، ما تكيدش نفسك، وعلى قدك واحده واحده. طبعا جبت معيز، جبت غنم، جبت عجول. انا طبعا جايب عجول، العجول جوه اهو برضه، عشان ما حدش يقول لي هي مش مربوطه بره، ليه؟ انا طبعا سايبها جوه اهيت. لقيت الجو ساقع النهارده شويه، فحسيت ان ايه، هيبقى الجو بهدله بره، قلت اما اسيبهم جوه. اه. الارضيه زي ما انتم شايفين، التجريد ده تجريد. الشيل بقى لما احس ان هي عليت شويه، واقوم جاي ايه، جايب الفاس، واقوم جاي فحيتها خالص، اقوم جاي منزلها موطاها خالص. ده بالنسبه لايه، لعدتك كلسه كمبتدئ. دي العده بتاعتك، ممكن تشتغل بقى ايه في اي طريق. طبعا هي للمعيز بقى ما بيبقاش في الكلام ده يعني قوي. المقاطف هي اللي بتحتاجها الاغلبيه، المقاطف، الجرادل، الشبشب، الحاجات دي، السابوق قصدي، ده اللي بتحتاجه. الفاسة يعني ما بتحتاجهاش قد كده بالنسبه لموضوع المعيز، لان هي بتزب، ما بتعملش زي البهايم يعني وكده. وربنا يوفقكم ان شاء الله، ودعواتكم معانا. اهم حاجه اللي يعجبه اي فيديو من عندي ما ينساش يدعمنا بتعليق كويس كده. ربنا يبارك في حضراتكم. واي حد عنده استفسار عن اي حاجه ولا معلومه جديده، يسيب لي تعليق كده، وانا ان شاء الله تحت امره في اي وقت. ربنا يبارك في حضراتكم. اخوكم محمد يوسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.